سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم طاغوس بالخضار. عندي 4 الكيسان ديال الدقيق العبار بكاس العنبه، معلقه ديال الملحه، وغنجمع العجينه بالماء دافي، نغطيها ونخليها ترتاح وندوز نوجد الحشوه. عندي هنا بصله، الجزر والقرعه خضراء محكوكين بالحكاكه رقيقه على طول. درت هنا الزيت، الملحه، التحميره، البزار، الكمون، الخرقوم، عطريه السمك، قزبر ومعدنوس. غنديرهم يطيبوا، ملي يطيبوا نزيد عليهم علبه ديال الطون وهذا الفرماج ديال الساندويتش. غنوجد هاد لاصوص، درت مايونيز، كيتشوب ولاصوص ديال طاغوس. صافي غادي نخلط كلشي وندوز نسرح العجينه. كما شفتوا معايا العجينه راه شاده في راسها، ما كنرش لا دقيق لا والو. صافي بعد ما سرحت العجينه رقيقه بهذه الطريقه، ندهن العجينه بلاصوص، نزيد الحشوه، الخس، مطيشه الزيتون مقطع، والخيار مخلل، الفريج والفرماج محكوك، وزدت شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش قطعتهم شرائح طوال. صافي كنطوي بهذه الطريقه، وغادي نقطع العجينه من الجوانب ونطوي طويات الفوق. صافي ونحط طاغوس في البانيني يطيب. جربوه، غادي يعجب الوليدات اللي ما كياكلوش لكم الخضار، ما غاديش يحسوا نهائيا باللي فيه الخضار. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تتابعوني في قناتي على اليوتيوب. اسم القناه موجود في الصوره اسفل الفيديو. شكرا لكم وبسلامه عليكم، تناوني في فيديو جديد.